جه يا ولاد هيسوا يا ولاد اهو جه يا ولاد زقتوا يا ولاد اهو جه يا ولاد هيسوا يا ولاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمات المسلمين أجمعين. أهلا بيكم مروة كيتو لايف ستايل، واحنا لسه مستمرين ان احنا نقدم لكم وصفات اقتصادية للخبز. المرة اللي فاتت جالنا كومنت ان لا، خبز فيه قشور السيليوم ما يعتبرش اقتصاد لان قشور السيليوم بقت غالية، فحبينا نعمل الخبز دوت. النهاردة عملنا بطريقتين اتنين، يا رب ان شاء الله يعجبكم. المكونات بتاعته بيضة ومعلقتين او 3 من المية ومعلقة واحدة بس من الطحينة اللي هي الراشي. تمام. طبعا هنحط ملح وهنحط ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وكالمعتاد انا حاليا مش بحط اي منكهات على الخبز، سايبه الموضوع ليكم. حد عايز يحط بودرة ثوم، بودرة بصل، كمون، كزبرة، زعتر، زي ما تحبوا. تمام كده. البديل المكونات الأساسية هنا متغير بس فيها الطحينة. معلقة الطحينة ديت كانت بدل قشور السيليوم. الطحينة متوفرة أكتر، اللي هي الراشي متوفرة أكتر، سعرها يعتبر أقل. أنا شخصيا بعتبر إن السيليوم مش غالي لسبب إن هو هش، فالربع كيلو مثلا منه بيقعد فترة طويلة جدا جدا. انا هضرب المكونات بتاعتي ديت سواء بالمضرب الكهرباء زي ما انتوا شفتوا، او ان انا اضربها بالشوكه لغايه ما تدوب خالص. انا حطيت معلقه من زيت الزيتون، دهنت بيها الطاسه وهي برضو طاسه غير لاصقه، ونزلت المقدار بتاعي. هنسوي الخبز دوت بطريقتين اتنين. الطريقه الاولانيه على الطاسه البوتاجاز من فوق، والطريقه التانية احنا هنسويه في الساندوتش ميكر، وممكن تسويه باي طريقه تانية تعجبك. اول ما بتشمع كده من تحت بحط له رشه من اي نوع بذور حبوب تحبيها. انا حطيت حبه من حبه البركه. مش هنرفعه يا جماعه غير لما يكون سالك خالص من تحت. هفضل اي بالراحه كده واحده واحده لغايه ما اتاكد ان هو سالك، وبعد كده بقلبه على الناحيه التانية طبطبتين 3 كده صغيرين علشان يكتمل النضج بتاعه. وده شكل الخبز بتاعنا. تمام كده. يبقى ده الطريقه الاولانيه للتسوية بتاعته. زي ما قلنا دي كده مكونات تعتبر اكتر اقتصادية. هنسوي نفس الخبز نفس المقادير ديت بطريقة تانية. انا عملت نفس المقدار تاني اهو، ودوت هسويه في الساندوتش ميكر زي ما قلت لكم. بدهن الساندوتش ميكر وبسيبه يسخن حبة حلوين قبل ما نحطه. لازم موضوع ان هو يسخن ولازم ان هو يدهن. هنا انا ما عملتهوش خبز، هنا انا عملته اللي هي منقوشة الزعتر. واول برضو ما حسيت ان هو اتشمع من تحت رشيت زعتر كتير كتير، حبة كده ايه كتير حلوين. وده شكله بعد ما استوى هو والنوع الاولاني اللي في الطاسة. ان شاء الله تكون الوصفة ديت اكتر اقتصاديا من الوصفة اللي فاتت. خلوا الموضوع مرن معاكم علشان ما تزهقوش من الكيتو، لان صراحة مفيش اسهل من الكيتو. انا كل مرة بخرج له برجع له زي البوبي، لان هو اكتر حاجة بتريح معدتي، اكتر حاجة بتظبط الضغط ومقاومة الانسولين عندي والسكر وكل حاجة بتكون تمام طول ما انا ماشية على الكيتو. منقوشة الزعتر بقى كان يلزمها حبة من زيت الزيتون، وهقدمها لكم كده في شكل وجبة بسيطة وحلوة تنفع للفطار في الايام العاديه وتنفع للسحور في رمضان، معاه حبه من الجبنه القريش وحبه من السلطه. وانا بعتبر ان السلطه المحبشه اللي فيها مكونات كتيره ديت، العلبه ديت انا مش بستغنى عنها خالص. دي بتنقذني في ايا كانت الظروف. صيام مش صيام دي منقذه. فيها بقى مبشور الكرنب الاحمر والابيض، كابوتشي، بقدونس، طماطم، خيار، فلفل الوان، فلفل حار. حطي فيها زي ما يعجبك. طول ما علبة السلطة دي موجودة أنا عارفة نفسي إن أنا هبقى ماشية كويس. ليه؟ هاكلها مع أي صنف خضار موجود في البيت. الأصناف الخضار اللي بنعملها للأسرة كلها وتكون مناسبة للكيتو، زي الكوسة، البامية، الفاصوليا، الحاجات دي كلها. بص بقى كده الجمال، والله طعمه يجنن يهبل. انا صراحة انا فطرت بيه النهاردة، كنت صايمة متقطع فترة طويلة، فكان بالنسبة لي هو الطبق ده فقط لا غير مشبع جدا. لو قلنا مكوناته هتكون البيضة ومعلقة الطحينة والمية، حتة جبنة قريش صغننة زي ما انتوا شايفين، وحبة سلطة. فكان مثالي بالنسبة لي. الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات فاحنا هنعمل لهم كده ريفيو سريع عليه. ودي الطريقة بتاعته كانت البيضة عليها معلقة من قشور السيليوم، وعليها معلقة من المية او معلقتين، والملح والبيكنج باودر برضو نفس الحكاية.
وعملناهم في الكبة، وهنسويهم بنفس الطريقة، الطاسة الممسوحة بمسحة من زيت الزيتون او الزبدة، وهننزل المقدار الاولاني، ونفس الحكاية برضو عملت مقدار تاني عشان اسويه بطريقة مختلفة. ليه بسوي بطريقتين اتنين؟ في ناس بالنسبة لها مثالي التسوية على البوتاجاز من فوق زي حالاتي، تمام، الا من المخبوزات اللي بتاخد وقت بحب ان انا اعملها في الفرن. وفي ناس متوفر بالنسبه لها الساندوتش ميكر او الميكروويف، في ان هي هتعمل بسرعه في دقيقه حرفيا، وهم واقفين الصبح لو بيحبوا يفطروا قبل ما يروحوا الشغل، قبل ما ينزلوا الجامعه بتاعتهم او ايا كان المشوار اللي وراهم، فيكون بالنسبه لهم الموضوع دوت مثالي. على الوش بعد ما تشمع كده من تحت وبدأ يطلع فقاعات، لكن ما اكتملش نضجه، عشان اي حاجه احطها عليه تبقى ثابته. حطينا برضو حبه من الزعتر وحبه من حبه البركه، انا بحب طعم حبه البركه في المخبوزات عامه. وزي ما قلت لكم برضو نوع الخبز دوت مش منكه، النكهات سايبها لكم انتوا تعملوا فيها اللي يعجبكم. نشيل دوت، ونفس المقدار حطيناه في الساندوتش ميكر برضو، بس انا عملت فيه القطعة اللي بتديني شكل التوست بتاع التحميص التوست، وهو عمل قطعة واحدة بس. جو ساقعة فعادي بنقلبها بايدينا مفيش مشكلة. عامة السيدات بيتحملوا الموضوع ده اكتر من اي رجل. ايه الفرق بقى بينهم؟ ان اللي معمول بقشور السيليوم مرن اكتر، مرن اكتر بكتير، تعمليه رول، تعمليه سندوتش اللي هو المطبق دوت كده حلو قوي قوي قوي. اللي معمول برضو في الساندوتش ميكر كان ممكن ان احنا نفتحه ونعمل فيه الحشوة اللي تعجبنا. ده الفرق اللي ما بينهم. يعني انا لو مخيرة صراحة هختار اللي معمول بقشور السيليوم. ليه؟ لان حد متردد مش متردد، حد زي مش بوصل للتارجت بتاع الدهون اللي المفروض اخده في الكيتو دايت، فيكون ده بالنسبه لي افضل حاجه. الفيديو اللي فات كده احنا عملنا لكم فول، لا عملنا فول، مش فاكره والله نزلت الفول ولا لا، بس هو احنا قدمنا مجموعه المخبوزات ديت وعملنا كمان الزبادي اليوناني وفول وحاجات كتيره جدا جدا، انا بجهزها لكم لشهر رمضان الكريم تكون مناسبه معاكم. وسعرها اقتصادي، واهم حاجه دي امانه عشان ربنا هيحاسبنا عليها، ان هي تكون مضمونه ومتجربه كتير. انا عايزه اقسم لكم بالله العظيم، انا زوجي اكل من الفول دوت وهو ما يعرفش ان هو ما فيهوش ريحه الفول، ما فيهوش بقول نهائيا، وانا سبته ياكل منه. بعدين كان مستغرب يعني ازاي الفول مطحون وما فيهوش قشر، يعني ده حتى كمان ما فيهوش قشر. فلما قلت له قال لي ده نفس الطعم، يعني هو استحاله يقرب من حاجه زي كده بتاعه الكيتو. يقول لي ما بحبش الاختراعات، يعني عادي بقى رجل كلاسيكي. دي وصفة كمان من الوصفات اللي هنزلها لكم ان شاء الله، اللي هي من ابسط الحاجات للسحور، ودي عبارة عن بتنجان مشوي والسلطة اللي احنا عملناه مع بعض. ودي برضو فكرة تانية، هتلاقوا على القناة افكار كتير نشارك بيها الاسرة كلها تاكل من نفس الاكل، ما نحسش بملل، ونبقى دايما عندنا تنوع في الوصفات وفي المكونات بتاعتها، بحيث ما نزهقش، وتكون مناسبة لكل الأذواق، وتكون مناسبة لكل الناس ان هم يعملوها كنوع من انواع التغيير. اتمنى لكم كل الصحة وراحة البال، واستنونا ان شاء الله فيديوهات تانية مرة كيتو لايف ستايل. اتمنى من كل قلبي ان انتم تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.